مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم معانا وحلقه جديده مع الو صحه. بالتاكيد مشاهدينا الاعزاء، الكل بيسعى ان هو يكون بشكل جميل وفي احسن صوره، سواء رجل او امراه. ولكن يمكن السيدات بيبقوا اكثر شغفا او اكثر جريا وراء عمليات التجميل علشان بيبقوا عايزين يظهروا في احسن صوره. ولكن الرجال ايضا في بعض عمليات التجميل برضو بيجروا وراها وبيبقوا عايزينها. وعمليات التجميل الحقيقة كتيرة جدا في مجالات متنوعة ومختلفة، وموضوعاتها بقت كتيرة. وفي الفترة الأخيرة خصوصا ظهرت العديد والعديد من مراكز التجميل، وظهرت أيضا العديد من المستشفيات اللي بتعلن عن إجراء عمليات تجميل وجراحات تجميل فيها. ولكن الحقيقة بنسمع برضو بعد فترة ان في البعض راح هذه المراكز او هذه المستشفيات وتم اجراء جراحات تجميل او عمليات تجميل ليه، وبدأ يعاني منها وبدأ تظهر ليها اثارها السلبية السيئة، يمكن بدأ يبقى في حالة اسوأ مما كان عليها. طيب دلوقتي السؤال، ازاي نختار الجراح او الطبيب الماهر؟ ازاي نختار مركز التجميل المتخصص المضمون اللي نروح له علشان يتم اجراء هذه جراحات التجميل او عمليات التجميل؟ الحقيقة اسئلة كتيرة جدا بتدور في الاذهان واستفسارات كتيرة عايزين لها اجابات علمية سليمة. فكان لنا هذا اللقاء مع الأستاذ الدكتور طارق أحمد سعيد، أستاذ جراحة التجميل طب القصر العيني. دكتور طارق، أهلا بحضرتك معانا. زي ما حضرتك سمعتني كده، الحقيقة دلوقتي بقى فيه شغف وبقى فيه جري وراء جراحات وعمليات التجميل كتير جدا، سواء من الرجال أو السيدات. ولكن في البعض بيتعرض برضو لمشاكل كتيرة بعد إجراء هذه العمليات. فبداية قبل ما نتكلم عن عمليات التجميل بتفصيل، يعني عايزين نعرف من حضرتك، لما حد يكون عنده مشكلة وعايز يجري أي جراحة تجميلية أو عملية من عمليات التجميل، إزاي يقدر يروح للطبيب أو الجراح المتخصص اللي يجري عملية التجميل؟ هو بالظبط زي ما حضرتك بتقولي، هو المهم اختيار الطبيب، مش اختيار المركز ولا المستشفى. بالظبط، المهم اختيار الطبيب، ان انا اذهب لطبيب انا اثق فيه واثق في تدريبه واثق في امكانياته وعلمه. فهو اختيار طبيب جراحة التجميل هو المهم. هو بعد كده الطبيب يختار المستشفى او المركز اللي بيشتغل فيه. انا بثق بالطبيب نفسه. جميع جراحين التجميل في مصر تضمهم جمعية اسمها الجمعية الطبية لجراحة التجميل والاصلاح. الجمعية الطبية لجراحة التجميل والاصلاح تبع للجمعية الطبية المركزية المصرية، تبع وزارة الصحة. هذه الجمعية تضم جميع جراحين التجميل المعتمدين في مصر، وبالتالي سهل جدا ان انا ادخل على ليها موقع على الانترنت، ادخل على موقع الانترنت وادور على الجراح، اختار الجراح اللي انا عايز اروح له، اتاكد من وجوده، من شهاداته، من وظيفته، وبعدين اقدر اذهب ليه واثق في الكلام اللي هو بيقوله. انما الاختيار هو الاساس للطبيب وليس للمركز. يعني الطبيب هو اللي بيرشد الطبيب، والطبيب يرشد للمركز اللي هو بيرتاح فيه او بيشتغل فيه، لكن المهم اختيار الطبيب. طيب دكتور طارق، في كتير جدا دلوقتي موضوعات كتيرة دخلت تحت ضمن او تحت عنوان جراحات التجميل، ويمكن اهمها اللي هي زرع الشعر، ودي بتبقى خاصة بالرجل وخاصة بالمرأة. يعني بنسمع عن الصلع وبيبقى الحل بتاعه اللي هو زرع الشعر، وفي برضو بعض السيدات بيكون شعرهم خفيف شوية فبيسعوا برضو لزرع الشعر. فعايزين حضرتك كده سريعا بداية واحنا بنتكلم عن التجميل نتكلم عن زراعة الشعر. كيف يتم زراعة الشعر؟ هو مشكلة الصلع دي مشكلة قديمة جدا. ابتدى يظهر لها حلول كثيرة على مدار القرن الماضي كله، لحد ما وصلوا لزراعة الشعر. قبل زراعة الشعر كانوا بيستعملوا انواع كثيرة من المراهم اللي بتحاول تقوي الشعر وتقلل سقوطه، لكن دي كلها حاجات وقتية. اول ما ينتهي مفعول الكريم اللي بيتحط يبدأ الشعر في سقوط مرة اخرى، لكن لا يوجد شيء بيطلع شعر جديد. بالاضافة لكده كان في بعض العمليات اللي بتحاول تعوض الجزء الاصلع بجزء تاني مشهر، ولكن كانت طبعا بتعوضها حاجات كتيره، اهمها الجروح الكتيره اللي كانت موجوده، فالمنظر في النهايه ما بيبقاش كويس. لحد ما ظهر زراعه الشعر الطبيعيه. زراعه الشعر الطبيعيه ليها مزايا عديده جدا. اولها ان مفيش جروح. احنا فكره العمليه ان احنا بناخد جزء من الشعر الخلفي من ظهر الراس. هذا الجزء من الشعر عمره ما بيحصل فيه صلع، مهما كان البني ادم اصلع لازم الجزء الخلفي يبقى فيه شعر، لانه لا يصيبه الجين بتاع جين الصلع. ناخد هذا الجزء بعد ما ظهر الميكروسكوب الجراحي بقى بيمكننا ان احنا نشوف الشعر، نشوف البصيلات، ما كناش نقدر نشوفها قبل كده. فنقدر نقسم هذا الجزء من فروه الراس الى بصيلات منفرده ونزرعها منفردا، فنزرعها كشعر منفرد فمن غير جروح، فالمنظر يبقى طبيعي جدا. ما يتعرفش ان هو عمل زراعه الشعر، بالاضافه ان النتيجه بتبقى هايله.
يعني بيتم زرع بصيلات شعر من اللي هي اسفل من اسفل يعني في المنطقه الاماميه مثلا من يعني لو بصينا مثلا على نوضحها اكتر للصور دكتور من اللابتوب يمكن تبقى واضحه اكتر للساده المشاهدين. طبعا احنا مش هندخل في تفاصيل يعني العمليه، ولكن بشكل مبدئي كده نعرف سريعا على اساس برضو ان اي حد بيفكر في عمليه زرع الشعر دي يبقى عارف مبدئيا، لان احنا دايما بنقول الثقافة والوعي الصحي والمعرفة الصحية دي مهمة جدا في اي مجال من المجالات. فالمعرفة هنا مهمة برضو على اساس ان احنا نوضح كيف يتم زراعة الشعر. زي ما احنا شايفين كده الاماكن اللي احنا نقدر ناخد منها اجزاء نستعملها في زراعة الشعر اهي خلف الاذن، الجزء الذي لا يصاب بالصلع في اي وقت من مراحل الحياة، سواء في الرجل او في السيدة. منهم بصيلات بقى بيتاخد جزء من فروة الرأس زي ما احنا راسمين كده، جزء مستطيل من فروة الرأس عرضه اقل من سنتي. ايوه. وبعدين ده لا يؤثر على اي شيء في خلفية الرأس لانه بيقفل كجرح وخلاص وبيبقى مستخبي وسط الشعر الموجود فما فيهوش مشكلة. زي ما احنا شايفين المنظر اهو كده. بيتم بقى وضعه في لا لسه بيتقسم هذا الجزء من فروة الرأس الى شعرات بقى منفصلة، بصيلات. مش بناخده كله ونزرعه، بنقسمه الى بصيلات زي المنظر اللي احنا شايفينه كده. ايوه. تتقسم الى بصيلات منفردة بالتشريح عن طريق الميكروسكوب زي ما احنا شايفين الى المنظر. احنا واخدين بصيلة شعر واحدة او جزء فيه 2 أو 3 بصيلات شعر بس، وده نبتدي نزرعه في المكان زي المنظر اللي احنا شايفينه اهو. الشعر بعد ما بيتقسم الى بصيلات وبتزرع بقى في اماكن متفرقة من الرأس، بتزرع بقى في حسب المكان اللي احنا عايزين نحطه اهو. المنظر واحنا بنزرع الشعر كل شعرية بتخش فيه ثقب دقيق جدا على حجم الشعرية بالظبط، وبالتالي ما فيش اي نوع من انواع الجروح هيستمر لحد ما نحول المنظر الى هذا المنظر اللي هو الشعر كله عبارة عن خروم محطوط كل واحدة فيها جزء من الجرافت اللي احنا بنسميه جرافت او الرقعة اللي بتحتوي على شعرة او شعرتين او 3. دي بتبقى تحت تخدير بقى يا دكتور العملية؟ تحت تخدير موضعي. تخدير موضعي. زي ما احنا شايفين المنظر اهو كده. يبتدي الشعر ينمو بصورة طبيعية زي ما احنا شايفين بشكل طبيعي، ما يبانش ان ده حصل فيه زراعة للشعر. فعملية نتائجها تعتبر نتائج باهرة بالنسبة للحالات مشكلة الصلع. هناك بدائل اخرى في موضوع الصلع لكن ليس بنفس الكفاءة بتاعت زراعة الشعر، زي الحاجة اللي احنا بنسميها الميزوثيرابي او حقن تقوية الشعر. طيب هنا دي يا دكتور العملية دي خاصة بالصلع بس، ولا ممكن لو سيدات مثلا شعرهم خفيف او عندهم اجزاء ما هو السيدات بيصيبوا نفس الصلع الوراثي اللي بيصيب الرجاله بيصيب السيدات كمان، ولكن بشكل مختلف. لكن هو نفس الكروموزوم الصلع بيصيب الجنسين. السيدات ما بيبقاش فيه جزء اصلع تماما زي الرجاله، بس فيه جزء خفيف، بيبقى فيه جزء خفيف او جزء وسط الشعر بيبقى فاضي او يكون بدايه الشعر او الهير لاين زي ما احنا بنسميه تراجعت للخلف. بيتم برضه زرع الشعر بنفس العملية هي. وبعد كده يا دكتور الشعر بينمو بقى بشكل طبيعي جدا. احنا ما بننقلش شعر بقى، احنا في الحالة دي احنا مش بننقل الشعر، احنا بننقل بصيلات الشعر فقط. مش الشعر الكاملة، بصيلة بس. البصيلة بتاخد حوالي من 3 ل 6 شهور لتثبيت نفسها في المكان الجديد اللي تم زراعة الشعر فيه. بعد كده تبتدي تنمو نمو طبيعي. اول ما تبتدي تنمو خلاص ما بقت شعر طبيعي، خلاص يعامل عادي تماما زي الشعر الاصلي. يعني لغايه من 3 ل 6 شهور ما يبقاش فيه نمو، ما يبقاش فيه يبقى مجرد ان هي بتثبت، البصيلة بتثبت في مكانها، المريض ما يحس التغير اللي حصل. بعد 6 شهور يبتدي الشعر ينمو عادي. طيب نستاذن حضرتك معانا اول تليفون. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور؟ الدكتور طارق سامع حضرتك كويس، اتفضلي. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام. دكتور لو سمحت انا عندي من بعد لبست شرب وكده فجالي زي اتنحل كده شعري من قدام. ايوه. وبعدين ما بيرجعش تاني. يعني انا ببص مثلا لصوري من 3-4 سنين كان الوضع يعني قرتي كانت غير كده. ايوه يعني حصل تراجع في الشعر من قدام ولا في اجزاء متفرقه في؟ لا تراجع في كله. من قدام ومن الخلف؟ لا من قدام بس. من قدام بصوره منتظمه يعني. هل يوجد عند حضرتك في العائله في القرايبك في الوالد او الخال او كده صلع؟ لا مفيش. هو على العموم جزء من اسباب سقوط الشعر هو التعامل الخاطئ مع الشعر، زي ما احنا بنقول لو حاجه ضغط عليه فتره طويله او استعمال انواع من الصبغات او كده بتؤدي لسقوط الشعر. طب دكتور انا كنت عاوز اعرف بالنسبه ده ينفع زراعه الشعر تنفعني ولا ايه؟ ينفع زراعه الشعر وينفع كمان بدائل اخرى، لان في حاجه جديده بنسميها الميزوثيرابي. الميزوثيرابي ده بنحقن مواد معينه تحت فروه الراس. ايوه. جزء منها فيتامينات وجزء منها مواد بتساعد على تقويه بصيلات الشعر. دي بتقوي بصيلات الشعر الموجوده
ما بتطلعش طبعا بصيلات جديده، لكن لو في بصيلات موجوده بس حصل لها نوع من الخمول او نوع من التعب بتساعد انها تقوى تاني، فممكن تزود الكثافه مره اخرى. طب دكتور بالنسبه اللي هو زراعه الشعر، البصيلات اللي بتنقلوها هي لما بتتنقل من الخلف بتبقى كده ما تطلعش من الخلف خلاص؟ لا الجزء اللي احنا بناخده من الخلف بيتشال ويتقفل مكانه، ففي الاخر كل اللي بيبقى موجود في الخلف جرح وسط الشعر. لا يعني لا هي قصدها بتطلع بصيلات يعني مكان اللي حضرتك لا ما احنا المكان اللي خدنا منه بصيلات احنا شلناه هو كمان بالبصيلات بتاعته. يعني الجزء من الفروه اللي فيه البصيلات احنا خدناه بالبصيلات، وبالتالي احنا سيبنا مكانه فراغ. الفراغ ده بيتقفل كجرح، وفي النهايه بينتهي المريض عنده جرح خلفي فقط. يعني هي المكان ما بيبقاش ظاهر خالص، بيبقى جرح بسيط جدا جدا ما بيبانش مش ممكن يتم التعرف عليه ابدا. طيب متشكره جدا يا دكتور. عفوا. طيب هل يا دكتور في مثلا اشعه معينه بتتعمل حضرتك تعرف بيها اذا كان المكان ده موجود فيه بصيلات وهتنميها بالميزوثيرابي، ولا المكان ما فيهوش خالص فحضرتك تقول للمريض لا ده انت لازم لك زرع بصيلات جديده؟ بصي حضرتك هو احنا لينا كذا يعني كذا شيء بنقيم عليه الموضوع. اولا درجه الصلع، يعني درجه الصلع القصوى او المكان اللي ما فيهوش شعر خالص، استعمال الميزوثيرابي فيه يبقى ملوش معنى، ما فيش بصيلات اكيد. لكن بالنسبه زي حاله الانسه اللي كلمتنا اللي هي حصل لها شويه سقوط نتيجه لبس الاشارب، هو اكيد فيه بصيلات لانها ما عندهاش صلع وراثي. هي بتقول كمان هي من فتره كان شعرها كويس، هي ما عندهاش صلع وراثي، هي عندها سقوط للشعر نتيجه مؤثر خارجي، وبالتالي البصيلات موجوده بس حصل لها نوع من الخمول او فدي ممكن تستفيد. فدي ممكن تاخد حقن الميزوثيرابي. او شخص عنده ابتدى الصلع يحصل وهو عنده الوراثه في العائله، معروف ان في صلع، الميزوثيرابي يقلل معدل سقوط الشعر في البدايه يقلله جدا. طيب اوكي، معانا تليفون تاني بعد اذن حضرتك. الو. وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضل. انا كان عندي مشكله صغيره جدا، عندي اللي هو شعري اقرب وبدا يخف خالص. ليه اخ اكبر مني وشعره برضه اقرب بس بدا يخف وبدا في الصلع، انا مش عارف اعمل ايه، اللي هو قيد كبير. انا بصراحه الشعر اقرب وحاولت معاه ان انا اعمله مش عارف اوضحه يعني. الشعر بدا يخف. السن كام سنه يا فندم؟ عندي 22. والصلع والسقوط الشعر بدا من امتى؟ من وانا عندي 16 سنه كده تقريبا. طيب هو احنا اما بنيجي نكشف بنوقع كشف طبي لازم بنسال برضو على اذا كان وجود في وجود صلع في العائله ولا لا، الوالد مثلا اصلع ودرجه الصلع بتبقى وصلت لحد درجه ايه؟ لا هو اخويا اللي اكبر مني بدا يطلع الشعر يخف. وحضرتك برضو بدا الشعر يخف. طيب في الحاله دي انت قدام حضرتك حل من اثنين، يا اما استعمال ميزوثيرابي زي ما احنا شرحنا. طيب بنشكر حضرتك على اتصالك. يا اما الميزوثيرابي زي ما احنا شرحنا يقلل سقوط الشعر، معدل سقوط الشعر فتره طويله، وبيتاخد على مدار جلسات. الجلسات دي بتبقى في الاول جلسات متقاربه، وبعدين بعد ما بنوصل للايفكت او للتاثير اللي احنا المراد بيبتدي يبقى جلسه كل فتره طويله لمجرد تثبيت نفس التاثير بتاع الميزوثيرابي عشان نؤجل سقوط الشعر لفتره طويله. لكن في النهايه لو كان استروجين الصلع موجود هيبقى العلاج الاساسي بتاعه هو زراعه الشعر الطبيعي. طيب الميزوثيرابي دي عباره عن حقن يا دكتور؟ حقن بتتاخد حقن رفيعه جدا زي حقن الانسولين كده، بتتاخد في فروه الراس نفسها، بتقوي جدا وجود البصيلات. هو ميزوثيرابي في اماكن متفرقه برضه. بتتقسم فروه الراس الى اجزاء وتتحقن في كل جزء ملي منها، انما هو ميزوثيرابي مش بس لسقوط الشعر. الميزوثيرابي ده شيء جديد ظهر في العالم من حوالي 10 سنين، ليه استعمالات كثيره، منها سقوط الشعر ومنها اذابه الدهون ومنها زياده نضاره البشره والعنايه بيها. زياده البشره تحت طبعا مواد مختلفه، كلهم بيعتمدوا على نفس المبدا اللي هو حقن ماده تحت الجلد بتؤدي لمفعول معين، سواء اذا كان زياده نمو بصيلات الشعر او اذابه الدهون او تثبيت البشره وزياده نضارتها. يبقى يا دكتور زي ما بنقول للوقايه خير من العلاج في مجالات كتيره جدا. هنا برضو في مجال زراعه الشعر بنقول ان اي حد بدا يشعر في البدايه انه شعره بدا يخف او شعره بدا يقع، بدل ما ينتظر ولما الشعر يقع بكميه كبيره على طول يستشير طبيب التجميل على اساس انه في البدايه ممكن ياخد الميزوثيرابي زي ما حضرتك اشرت، بدل ما يستنى فتره طويله وبعدين نلجا بعد كده لزراعه. بالاضافه للوقايه، اصله سقوط الشعر مش كله وراثي، في اجزاء منه مش وراثيه مرضيه زي ممكن الانسه ما قالت. ان انا استعمال اشياء مضره للشعر، استعمال انواع معينه من الصبغات مضره، اللي بيعملوا زي نوع من التطويل للشعر بشعر صناعي، ده مضر جدا لبصيلات الشعر، ما تقدرش تستحمل وزن هذا الشعر فبتبتدي تقع. دي برضه نقطه مهمه جدا. فالوقايه مش بس ان انا اعمل ميزوثيرابي، الوقايه ان انا احافظ على شعري، زي ما برضه الوقايه ان انا احافظ على البشره.
من استعمال حاجات مضره. طيب بالنسبه للتليفون اللي جالنا اللي هو بالنسبه لوضع الطرحه او الاشارب على الشعر لفتره طويله، طيب ازاي السيده تتجنب اثار ده؟ يعني هي بتبقى مضطره مثلا بتعمل تخرج هو بصفه عامه الشرب في حد ذاته ما بيؤثرش على سقوط الشعر. يعني ممكن جدا هو الانسه اللي اتكلمت تكون عندها نوع من انواع الوراثه برضه، لكن هو اللي بيأثر اكتر استعمال حاجات مضره للشعر مش الاشارب. الاشارب هو او الحجاب بيتلبس خارج البيت. فاحنا لو افترضنا يعني ان حتى هل في نصائح مثلا حضرتك توجهها على اساس ان هي تخف برضه من يعني الفترات اللي تقدر فيها تقلع الاشارب بقى اللي هي مش في العمل تقلع الاشارب وتعمل تعتني بشعرها الغسيل فترات متقاربه، البعد عن اي نوع من انواع الشامبوهات المضره او الصبغات الزياده، وطبعا استعمال السشوار او كي الشعر المتتالي بيأثر جدا على البصيلات. بيأثر على البصيلات. طيب لو جينا يا دكتور اتكلمنا برضو عن نوع تاني من انواع التجميل برضو بيهم كل السيدات والبنات يمكن اكتر، وهو تكبير وتصغير الثدي. برضو بنسمع كتير جدا عن هذا الموضوع في مجالات مختلفة بين السيدات. برضو اكيد هنا بيبقى المفروض التعامل معاه بحساسية معينة وبنظام معين، فحضرتك برضو كلمنا عن هذا الموضوع. يعني هو تجميل الثدي بصفة عامة بينقسم الى 3 اقسام. طب بعد اذن حضرتك قبل ما نبدأ معانا تليفون. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي. عايزه اقول للدكتور بس ان انا شعري ضعيف جدا وبيقع دايما اول ما بحط ايدي في شعري بيقع وفي قشره كتيره جدا. وفي ايه؟ قشره. ايوه. ضعيف جدا جدا ومتقصف جدا وخفيف بينزل دايما. انت محتاجه طبعا ان انت تعتني بشعرك بنوع مختلف، محتاجه تستشيري الطبيب عشان يشوف اذا كان في انواع معينه من العلاج تاخديها للقشره ولا لا. وبالاضافه لان انت تبعدي طبعا عن اي حاجه تكوني بتحطيها على شعرك ممكن تكون عامله التاثير ده والضرر ده. وطبعا ممكن تستفيدي جدا من اللي احنا قلنا عليه اللي هو اللي اسمه ميزوثيرابي، انه يقلل جدا معدل سقوط الشعر الموجود عندك. يا فندم؟ ممكن الاسم تاني؟ ميزوثيرابي اسمه. ميزوثيرابي اكيد ده اي طبيب من الجراحين التجميل. من جراحين التجميل. طيب نشكر حضرتك على اتصالك. نرجع ونبدأ بقى التجميل الثدي هو اولا مش بس السيدات، في الرجال. الرجال ساعات بيصابوا بحاجه بنسميها تضخم الثدي. الثدي ده غده، الغده موجوده عند الرجال والسيدات، لكن هي عند الرجال غده ضامره لانها ملهاش وظيفه وبالتالي بتضمر. في بعض الرجال الغده بتبقى مش ضامره نهائيا، بيبقى فيها جزء موجود ظاهر فبتعمل تضخم. تضخم الثدي عند الرجال ممكن يكون نتيجه ان الغده دي كبرت او نتيجه دهون بس سمنه، وفي هذه الحاله بيبقى نوع من المناظر المحرجه بالنسبه للرجال، فيتعمل لها عمليات سواء شفط للدهون بتاعه الثدي لو كانت هي دهون او ازاله للغده لو كانت غده. بالنسبه للسيدات بقى بينقسم الى شد او تكبير او تصغير. بعد الحمل والرضاعه كتير جدا بيحصل اثناء الحمل والرضاعه الثدي بيكبر في الحجم. بعد الحمل والرضاعه المفروض بيرجع تاني لحجمه الطبيعي. في بعض الاحوال بيضمر عن الحجم الطبيعي، بيصغر ويحصل له نوع من الالتهاب. او في بعض الاحوال برضو بيكون البنت الشابه صغيره حجم الثدي مش كبير اصلا، صغير. في الحالتين دول بنعمل عمليه بنسميها عمليه تكبير للثدي. تكبير الثدي بيتم بطريقه ان احنا بنزرع جهاز طبي عباره عن بالونه من ماده لا تتفاعل مع الجسم. البالونه دي بتتملي من حاجه من اثنين، يا سيليكون ماده السيليكون يا ماده محلول الملح الطبي. في الحالتين بتؤدي الى زياده حجم الثدي. العمليه دي كان زمان عليها كلام. انا لسه كنت هقول لحضرتك هل ملهاش اي اثار جانبيه على اساس بالنسبه للبنات الفتيات الصغيرين؟ هو الاثر الجانبي اللي الناس كانت بتخاف منه هو الاورام. طبعا. فاحنا عندنا جزء حاجتين كبار نتكلم عليهم، هل هو بيسبب ورم ولا لا؟ وهل هو لو حصل ورم هيمنع اكتشافه ولا لا؟ هو لا يسبب الاورام. لم يثبت خالص انه له اي علاقه تم اجراء التجارب الكافيه من الستينات وبيتم عليه تجارب كافيه وتم التاكد ان هو انه ليس له علاقه. انما الحاجه الثانيه لو السيده دي اصلا هيجي لها ورم اصلا، هل هو هيمنع ان احنا نكتشف في مرحله مبكره عشان يتعالج ولا لا؟ كان زمان من 30 سنه طريقه زراعه الجهاز ده ممكن تاثر على اكتشاف الورم. كانت بتتحط جوه الثدي. انما دلوقتي احنا بنزرع الجهاز ده يا خلف الثدي يا خلف العضله الصدر اللي تحت الثدي، وبالتالي ما بيبقاش في اي حاجه قدام الثدي، فنقدر نكتشف الورم في اول ما يظهر سواء بالكشف او بالاشعه، فهو لا يتعارض خالص مع اكتشاف الاورام خالص. وبالتالي هو ده الخوف الاساسي لاي حد من عمليات تجميل الثدي.
يعني هذه الجراحة يا دكتور يعني نقدر نقول كده بشكل عام ان هي باذن الله يعني ما لهاش اي اثار جانبية وضحت لغاية دلوقتي، وتم اجراء التجارب الكافية عليها. دي عملية خلاص بقى لها فترة طويلة، بقى لها اكثر من 45 سنة ولا تؤثر على الرضاعة كمان. يعني ممكن بعد كده البنت او الفتاة بتتجوز وتحمل بشكل طبيعي وترضع بشكل طبيعي، ما فيهاش اي خطورة عليها خالص. طيب التصغير بقى، التصغير الثدي ليه مقاييس معينة هندسية سواء في المكان او في الحجم. في بعض الاحوال بيحصل ان الثدي يبقى اكبر من الحجم او يبقى واقع عن مكانه ساقط. الساقط ده بنعمله عملية بنسميها عملية رفع او شد الثدي نرجعه لفوق. لكن كبر الثدي بيعمل مشكلتين عند الثدي. المشكلة الاول في الشكل، ونمرة في بعض الاحوال لما يبقى كبير قوي بيعمل مشكلة في العمود الفقري، انه بيخلي العمود الفقري متني فيبتدي يعمل لها مشاكل في فقرات ظهرها لما بيكون الحجم كبير قوي. وفي الحالة دي بيبقى سبب عمل العملية مش الشكل مش التجميل ولكن الوظيفة. صحي بالظبط كده. في كل الاحوال بتتعمل عملية اسمها عملية تصغير التجميل، ليها انواع كتيرة قوي والطرق كتيرة لعملها. بس في كل الطرق احنا بنستأصل جزء من الثدي بتركيبة هندسية معينة في وضع جروح العملية علشان لما نستأصل هذا الجزء ونقفل اولا الجرح يبقى شكله مقبول جدا، نمرة 2 نرجع شكل الدائري الطبيعي للثدي. برضه دي يا دكتور ملهاش اي اثار جانبية عملية ملهاش اي اثار جانبية، قد تؤثر على الرضاعة تقللها الى حد ما، لكن ملهاش اي اثار جانبية على الصحة. طيب بالنسبة للسيدات اللي هم المتقدمات في السن او في المرحلة العمرية برضو وكبر الثدي عندهم ممكن يكون بسبب سمنة او زي ما حضرتك اشرت بسبب غدد، برضو ما هوش اي اثار جانبية بالنسبة لهم ان هي ممكن تسبب في ظهور اورام في ظهور؟ لا ما سببش، ما فيش اي حاجة لها علاقة بانها تسبب الاورام خالص. بالعكس احنا اللي مش جزء اللي بنشيله بنحلله عشان لو في اي حاجة كانت هتحصل بنكتشفها بقى، ده هي بيبقى اكتشافنا بدري اصلا. طيب احنا كل ده يا دكتور بنتكلم في الشكل التجميلي. امتى نقول مثلا لو اي سيدة جت واستشارت حضرتك امتى حضرتك تقول لها لا ده انت لازم تعملي او امر ضروري ان انت تعملي عملية مثلا تكبير ثدي او تصغير ثدي، ان ده بيتعلق بقى بالصحة العامة وليس التكبير عمره ما بيبقى له علاقة، التكبير عمره ما بيبقى ليه لا ولا يبقى ليه ضرورة طبية، لكن التصغير ممكن يبقى ليه ضرورة طبية. لانه زي ما قلت لحضرتك في بعض الاحجام بيبقى مأثر على العمود الفقري للسيدة، بيبقى عامل لها مشكلة صحية كبيرة في ظهرها. وبالتالي دي من الحالات اللي حضرتك تقول لها ده ضروري ان هو تصغير الثدي ولا الشد يا دكتور؟ تصغير لا في الحالة دي هيبقى تصغير لان الوزن هو اللي بيعمل المشكلة، الوزن مش الشكل. بالاضافة ان طبعا في جزء ثالث من تجميل الثدي اللي هو السيدات اللي اصيبوا بورم في الثدي. الاورام الثدي التطور العلاج بتاعها تطور رهيب جدا في 20 سنة الاخيرة، فما بقتش بقى بعدها السيدة بتعمل حاجة بصورة طبيعية، وفي بعض الأحوال بتصل لدرجة الشفاء الكامل مش زي زمان. وبالتالي بيبقى دايما عندها مشكلة ان الثدي اتشال، فظهرت عمليات إعادة لبناء الثدي. نتوقف عند النقطة دي عشان دي نقطة مهمة برضو، وناخد معانا تليفون. الو ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عاوزة اسال الدكتور على حاجة. اتفضلي الدكتور طارق سامع حضرتك كويس بس سريعا بعد اذنك. انا حضرتك عملت عملية شفط دهون للوركين ومن النص، حاسه بتعب بقالي 4 أسابيع عاملاها، وحاسه بتعب جامد في الوركين من النص كده والام فيهم لسه، وفي حتت عاليه وحتت واطيه. يا ريت العمليه اساله بس هتستفسر عن العمليه مظبوطه ولا ايه، ولا اروح للدكتور تاني ولا ايه؟ تسالها حاجه. طيب هو حضرتك بعد العمليه لبستي ما نسميه كورسيه او حاجه ضغطه؟ لبست. ولسه لابساها؟ بلبسه احيانا وبقلعه بالليل لما باجي انام. طيب هو بصفه عامه بعد عمليات شفط الدهون بيحصل بعد عمليات شفط الدهون شويه تجمع للسوائل مطرح الدهون اللي اتشفطت. فبتعمل زي نوع من انواع انها تبقى الحته جامده او هو في حته عاليه وحته واطيه، يعني حته اتشفطت وتحت منها حته عاليه كده لسه موجوده. ما نقدرش لسه نحكم دلوقتي، لسه لحد يعني لسه ما نقدرش نحكم. هنستنى شويه لما ما نقدرش نحكم الا لما يفوت وقت كفايه ان الاورام دي تروح عشان نقدر نحكم على الجزء انك تقولي فيه اجزاء عاليه واجزاء واطيه. اذا كان في اجزاء عاليه واجزاء واطيه بعد ما يفوت وقت كفايه يبقى ممكن نعمل لها حاجه بسيطه جدا عشان تسويه السطح بتاع العمليه. والالم اللي موجود انما الالام دي هتروح. الالام دي طبعا لانها في اماكن من اللي انت بتستعمليها على طول في المشي وفي القعاد وفي كده فممكن الالام تستمر فتره اطول شويه،
لكن دي هتروح. هل العمليه دي كانت سبب زياده الوزن عند حضرتك؟ كانت زياده شويه. زياده شويه من الوركين. يعني مفيش اي قلق من الالام؟ لا مفيش قلق من الالام، ويستحسن انها تفضل لابسه الجهاز اللي هو اتوصف لها، اللي هو الكرسي ده، عشان ده بيساعد جدا على ان الجلد ينقبض ويرجع للشكل اللي هي مطلوب. طيب احنا يعني ما يلعوش. يا ريت. نشكر حضرتك على اتصالك، شكرا. نرجع تاني لموضوعنا يا دكتور. وحضرتك كنت اشرت لنقطه مهمه جدا، وهي بناء الثدي بعد اجراء العمليات الجراحيه. الاستئصال الثدي دلوقتي بقى بنعمل عمليه لاعاده بناء الثدي عشان ترجع ست تحس طبيعيه تمام، تبقى طبيعيه تماما، فما يبقاش عندها اي مشكله نفسيه من العمليه. بيرجع الثدي تاني لشكل بنعمل شكل، بنركب حاجه معينه، يعني بناخد جزء من الجسم وننقله مكان الثدي بحيث في الاخر يبقى الشكل طبيعي الى حد ما. تبقى هي الى حد ما حاسه انها ما فيش عندها مشكله، وبيبقى التعامل بشكل طبيعي، وبيبقى ما فيش اي مشكله. طب كويس، دي نقطة مهمة برضو جدا، على أساس إنه في يعني نسبة برضو أورام الثدي انتشرت يعني إلى حد ما في الفترة الأخيرة، واكتشافها بقى بيحصل مبكرا كمان. وبالتالي النتيجة بتاعت العلاج بقت بتبقى كويسة، بتبقى أحسن. طيب جميل جدا. الحقيقة عمليات التجميل دلوقتي يا دكتور بقت كتيرة، ومجالاتها مختلفة، وتفاصيلها يمكن كمان بقت كتيرة دلوقتي. هل دلوقتي في أطباء دكتور، أطباء التجميل متخصصين في عمليات معينة؟ يعني طبيب مثلا جراحات التجميل الخاص بتكبير وتصغير الثدي غير اللي خاص بزراعة الشعر غير، ولا لسه هذا هو إلى حد ما في العالم كله بقى في نوع من التخصص، بس التخصص غير رسمي يعني. يعني في دكاترة تلاقي اهتمامهم أكثر بزراعة الشعر وأبحاثهم في زراعة الشعر وعملياتهم معظمها زراعة الشعر، وتلاقي الخبرة بتاعت زراعة الشعر عنده عالية جدا، وتلاقي في المقابل في دكتور متخصص تقريبا في تجميل الأنف، لكن مش تخصص رسمي، لا زال اسمه جراح تجميل ولا زال بيعمل كل عمليات الأنواع عمليات التجميل، لكن هتلاقي هو ميول معينة، هو مايل لحاجة معينة بيعملها أكثر أو بيهتم بيها أكثر أو أكثر. طيب زي ما السيدة اللي اتصلت بينا والتليفون اللي جالنا دلوقتي برضو بقى في مش عايزة اقول هوس يعني، ولكن بقى في كلام كتير قوي عن عمليات النحافة، تنشيف منطقة معينة وشفط الدهون من الدراعات او من الارداف او من البطن، او برضو عايزين نشير اليها بشكل سريع يا دكتور، على اساس انها انتشرت كتير قوي بين السيدات وبين الرجال. وبرضو بقى في كلام البعض بيقول ان ليها اثار جانبية، والبعض لا عايز يلجأ ليها لانها بقت حل سريع عن بقى الرجيمات وممارسة الرياضة والكلام ده، فعايزين نتكلم عنها بتفصيل اكتر. هو حضرتك بداية يعني عشان ناخد من كلامك، هي عمليات اللي حضرتك وصفتيها كلها ليست لفقد الوزن، ليست لفقد الوزن على الاطلاق. كلها العمليات دي بيسميها على بعضها بيطلقوا عليها بالانجليزي بودي سكالبشر، يعني نحت. كأننا بنعمل نحت للجسم، بمعنى ان انا بشيل جزء واحد متراحل او جزء واحد في تضخم. في سيدات يفقدوا وزن من كل الجسم لكن تفضل حته عمرها ما بتحصل لها فقد الوزن بالظبط. يبقى دي الدور اللي شفط الدهون فيه، لكن مش لانها تفقد وزن، مش هتخس 20 30 كيلو بشفط الدهون. هي هتشيل حتت اجزاء معينه بس، بروز معينه في الجسم، او البطن مترهله، جدار البطن مترهل بعد الحمل والولاده، يبقى احنا بنعمل شد لجدار البطن مش عشان نقلل الوزن، عشان الشكل يتحسن، عشان الشكل. لكن في حاجات تانية لتقليل الوزن، الرجيم طبعا، الدايت على الدكتور متخصص في الدايت او الرياضة. بعد اذن حضرتك طيب هنتوقف عند النقطة دي، ومعانا تليفون. الو ايوه صباح الخير يا فندم. اهلا صباح الخير، اتفضلي حضرتك. دكتور بعد اذنك. دكتور طارق سامع حضرتك بس بسرعة بعد اذنك. ماشي دكتور بعد اذن حضرتك، انا الشعر بيقع جامد قوي قوي قوي. فرحت عملت عالجت كتير وخدت فيتامينات كتير قوي قوي قوي، برضه بيقع ما بغسلهوش كتير. هل غسيل المتكرر؟ انا بغسله يمكن 3 مرات في الاسبوع. لا هو الغسيل المتكرر مش هيضره خالص طبعا، يعني قالوا لي لا ده بيتغسل مرة واحدة في الاسبوع او مرتين. حضرتك لما كشفتي في سبب مرضي لسقوط الشعر؟ لا خالص، قالوا لي هو بيقع كده هو بس عادي، بس انا بلاحظ ان هو بيقع كتير قوي. من كل اماكن فروة الراس ولا من اماكن معينة؟ لا من كل اماكن الراس عادي، الشعر بيقع جامد يعني. طيب انت محتاجة طبعا توقيع كشف. طب بعد اذن حضرتك يا دكتور، هل اغسله كل يوم مثلا؟ لو في الحر بغسله ساعات يوم ويوم. في الحر ممكن يبقى يوم ويوم او كل يوم، في الشتاء ممكن يبقى اقل من كده طبعا. لكن مش خطر غسيل كتير؟ لا مش خطر غسيل كتير. يعني مفيش اي علاقة بين غسيل الشعر؟ لا هو بس طبعا غسيل الشعر بيبين سقوط الشعر طبعا، بيطلع الشعر لو في نوع من انواع الاحتكاك او الدعك في الشعر كتير. لا انا بغسله من غير احتكاك. ما يبقى مش هعمل حاجة، يبقى مش هيحصل مشكلة. فتنصحها بايه حضرتك سريعا كده؟ تروح تكشف برضه كشف طبي عند دكتور من جراحين تجميل، اذا كان ينفع عليها ميزوثيرابي يبقى الميزوثيرابي هيعمل لها تكسير كويس. طيب احنا بنشكر حضرتك على اتصالك.
نرجع تاني يا دكتور لشفط الدهون. فبنقول احنا الشفط او الشد، احنا عندنا لتظبيط شكل الجسم عندنا شفط الدهون، عندنا شد الدهون، شد الجلد، وعندنا حاجة بيسموها إذابة الدهون او اللايبوليس. شفط الدهون او إذابة الدهون او شد الجلد. الفرق بينهم بقى يا دكتور، لان دي كلها عناوين الحقيقة احنا بنشوفها وبنسمع عنها، لكن يمكن ما نعرفهاش بالتفصيل. شفط الدهون يعني مكان انا بدخل فيه نوع من انواع بنسميها كانيولا او جزء زي الانبوبة كده، دي عملية بفتت الدهون وبشفط الدهون اشيلها، يبقى خلاص طلعت العملية متشال الدهون من الجزء ده، واعتمد بعد كده على الجلد. بعد ما شلت الدهون الجلد بقى كأنه واسع عن المكان اللي كان فيه، لان الجزء اللي كان ماليه من جوه اختفى. انا بقيم كطبيب هل الجلد بحالته كويسة هينقبض، الجلد فيه زي الاستيك كده، حاجة زي الاستيك يرجع تاني لمكانه الطبيعي، يبقى خلاص اختفي بهذا القدر. لكن لو حسيت ان الجلد ترهل ففقد المرونة او الالاستيستي بتاعته، يبقى بعد ما شطط الجلد مش هيرجع، وبالتالي هيبقى شكله مترهل. في الحالة دي بعمل عملية لشد كده، بعد ما شطط اشيل الجلد الزيادة. ده بيبقى في نفس الوقت يا دكتور عملية الشفط؟ ممكن في نفس الوقت، المفروض تبقى في نفس الوقت، وممكن تبقى بعدها كمان. ده الشفط. إذابة الدهون انا بعتمد على الجسم. انا بدوب الدهون بس ما بشفطهاش، بدوب الدهون واسيب الجسم يمتصها وتخرج مع البول. طب بتروح فين الدهون دي بعد ما تدوب بقى؟ الجسم بيمتصها والكلى بتحولها للمواد الثانيه تنزل في البول. اوكي، لكن في فرق كبير بين الاثنين. إذابة الدهون دي هتبقى في كمية محدودة جدا، انما شفط الدهون ممكن يشيل كميات كبيرة من الدهون، فدي مش بديل دي ليها حالات معينة ودي ليها حالات. طيب هنعرف برضو تفصيل اكتر بس بعد ما ناخد التليفون ده. الو. مساء الخير. مساء الخير. لو سمحت اتكلم الدكتور. دكتور طارق سامع حضرتك كويس، بس بعد اذنك بسرعة عشان معانا اتصالات كتيرة ومعانا اسئلة كتيرة للدكتور طارق. اتفضل. ايوه يا دكتور، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. الحمد لله. بقول لحضرتك والله يا دكتور انا كنت والده قيصري خلاص، وبطني كرشي كده يعني مرة الاقيه السهر بطني، ومرة الاقيها اتنفخت كده لوحديها، بس معرفش من ايه يعني ممكن حد يشوفني يقول لي انت حامل في الخامس في السادس، ومرة الاقيها سهرت ومرة الاقيها كبرت. مش عارفة ليه حضرتك. انت عندك احتمال من اثنين. ايه؟ عندك احتمال من اثنين. نمرة واحد ان بيكون انت حصل لك ترهل في عضلات جدار البطن، بقت جدار البطن عضلاته ضعيفة من التمدد بتاع الحمل. زي طبعا انت ما عملتيش اكيد رياضة بعد الولادة. لا ولا اثناء الحمل طبعا. لا. ففي الحالة دي يبقى انت محتاجة تعملي رياضة مخصصة لعضلات البطن عشان تتشد، عشان ما يحصلش نوع من انواع الترهل اللي بيحصل في عضلات البطن، فبيدي ايحاء ان انت عندك كرش. ايوه. او الاحتمال الثاني هو احتمال ضعيف جدا ان يكون في نوع من انواع الفتق الجراحي، فده لازم تروح للجراح يشوف هل في نوع من الفتق. الفتق اللي بيحصل في اي عملية ممكن يحصل فتق، وفي الحالة دي يكبر شوية ويصغر شوية. هو احتمال ضعيف بس لازم يحصل نوع من انواع الاستبعاد عن طريق جراح. لازم نتجنبه. لا يعني لازم نتاكد انه مش موجود. انه مش موجود، وخصوصا ان حضرتك بتقولي ان اوقات بتبقى كبيره واوقات بتروح. يعني ساعات احس ان هي صغنونه خالص ورجعت عاديه. يعني اكني بنت بطني بنت، يعني ما حملتش ولا ولدت ولا اي حاجه. وساعات ارجع الاقيها كبرت بطريقه رهيبه. يبقى لازم تروحي للجراح مبدئيا. يبص عليك يتاكد اولا ان مفيش فتق. وبعدين تبتدي تعملي تمارين للبطن، عشان كده معناها ان عضلات بطنك مرتخيه جدا، وبالتالي بتخليكي تباني ان انت عندك كرش كبير. ايوه ولازم تقوى. ايوه صح. بس يا دكتور انا لو عملت تمرين لبطني كده وجيت بطلتها بحس يعني فينا بسمع ان هي ممكن ترجع تاني هي طبعا اي حاجه في اي وقت، بس طبعا اما تعملي تمارين وتقوي العضله ممكن بعد كده ترجع تضعف، بس مش لنفس الدرجه الاولانيه. يعني زي اي حاجه في الجسم، زي اي حد بيلعب رياضه حتى لايديه هتقوى. لما يبطل التمرين هتضعف تاني، بس مش زي الضعف اللي كان قبل ما يبتدي التمرين. وبعدين هو يستحسن بصفه عامه زي اي بلد دلوقتي، بلاد العالم كلها الرياضه بتبقى شيء جزء من الحياه، من غير يعني ما فيش ما ان احنا نبطل التمارين. يعني حتى لو هي بدات مثلا في البدايه تمارس الرياضه بشكل منتظم 3 مرات في الاسبوع، بعد كده لو قلت ممكن بعد كده تحاولي تعمليها لو مره في الاسبوع يبقى جزء من حياتك تبتدي التمارين. احنا بنشكر حضرتك على اتصالك. شكرا.
طيب نرجع تاني يا دكتور لموضوع مهم جدا برضو حضرتك اشرت ليه، اللي هو شفط الدهون واذابه الدهون. هل بقى حضرتك يعني بيجي مثلا حضرتك المريض سواء رجل او سيده عنده دهون كتيره متراكمه، حضرتك من خلال توقيع الكشف الطبي عليه بتقول له انت بتحتاج شفط ولا بتحتاج اذابه، ولا هو المريض اللي بيقول لحضرتك؟ لا هو طبعا الجراح هو اللي هيقدر يكتشف اذا كان محتاج شفط ولا اذابه. بالاضافه لحاجه ثانيه مهمه احنا ما اتكلمناش فيها. طب اللي عايز يفقد وزن يعمل ايه؟ في ناس كتير بتفهم خطأ ان شفط الدهون ده الوسيلة. هو مش الوسيلة. الوسيلة زي ما قلت لحضرتك الدايت او الرياضة، زائد بقى في دلوقتي عملية اسمها عملية تدبيس المعدة او حزام المعدة. طيب خلينا في الجزئية بتاع شفط إزالة الدهون. ما هو امتى حضرتك هتقول للمريض انت محتاج شفط الدهون؟ لان يعني هل ده بيتوقف على سن ولا كمية على الدهون؟ الكمية. لو هو واحد عنده جزء كبير قوي في البطن مثلا محتاج يتشال، اللايبوليسيس او الميزوثيرابي بيعمل افكت، بس التاثير بتاعه ما بيبقاش كبير كفايه ان هو يزيل المنطقه كلها، ففي الحاله دي هقول له نعمل شفط. لكن في بعض الاحوال بيبقى في مجرد جزء صغير هو اللي بارز، كميه محدوده، يبقى في الحاله دي هو ده الانديكيشن او السبب الاساسي والمهم لعمل عمليه. يعني الوزن مش بالوزن، بالشكل او بكميه الدهون اللي بتبقى على المنطقه اللي هي دي اللي بتقيم اذا كان شط ولا حقن. طيب بعد اذن حضرتك هنتوقف هنا ناخد تليفون. الو مفيش تليفون. طيب نرجع مرة تانية. في اي سن يا دكتور مسموح باجراء عمليات الشفط او ازالة الدهون دي، ولا بتبقى في مثلا؟ طبعا ما عدا الاطفال لكن في اي سن بعد كده بداية من 16 سنة مثلا ممكن طبعا تعمل. طيب لغاية برضو في مراحل متقدمة في العمر 60 سنة 70 سنة مفيش مشكلة. هل ليها علاقة بأمراض معينة؟ لو حد عنده الضغط أو السكر أو كده بيبقى في مشكلة معينة؟ مش بس العملية دي، أي حاجة، أي عملية جراحية إذا كان في أي نوع من أنواع الأمراض العامة أو الجنرال ديزيزز يبقى لازم ناخد بالنا منها الأول قبل ما نبتدي نعمل أي حاجة، بالذات إن احنا بنعمل عملية تجميل. يعني ممكن واحد يبقى عنده بيعمل عملية ثانيه مضطر يعملها، فاحنا مستعجلين نعملها. لكن بالنسبة لنا احنا بنعمل عملية تجميلية بمزاجنا في وقت اللي احنا محتاجينه، يبقى لازم الأول نبدأ بتظبيط كل الأمراض العامة، سواء السكر أو الضغط او القلب او الكلى، اي حاجة فيها مشاكل عمومية بنعملها الاول عشان نعمل العملية واحنا في احسن حال. طيب هل برضو عمليات الشفط او الاذابة، هل حضرتك تنصح المريض الاول باجراء مثلا ريجيم معين طبعا يخف الى حد ما وبعدين نعمل اجراء الشفط او الاذابة، ولا العملية بتبقى الاول؟ هي الاول بنعمل عمليات الدايت كاملة والرياضة اخر ما نقدر. هيفضل اماكن زي ما قلت لحضرتك ما خستش او اماكن ما اختفتش، في الحاله دي ده اللي يبقى التارجت بتاعنا او الهدف بتاعنا اللي هنخش نشيله. انما لو ابتدينا من الاول بعمليات شفط الدهون احنا ما اديناش فرصه اولا للحاجات الثانيه، نمره 2 برضه هيفضل حتت مش هتخس اكتر من حتت في الحاله. طب في بعض الناس يا دكتور يقولوا ايه، نبدا نعمل شفط او اذابه بحيث يبقى تشجيع ليهم ان هم لما يخفوا مثلا الدهون من عليهم، وبعدين يقولوا بقى لما نتشجع يعني نلجا بقى للرياضه وللرجيم وبتاع. هو بصفة عامة كده بيبقى قلب للآية، يعني احنا المفروض الأول نبدأ بالحاجات السهلة وبعدين نبتدي بالعملية. لكن ده لا يمنع ان بعد العملية عملية شفط الدهون محتاجين نزود الرياضة ونعمل برضه رجيم، لأنه احنا عملية شفط الدهون بتعتمد على ان انا بشيل الدهن اللي بيتحط في الجسم ما بيترسبش تحت كده سايب، بيترسب جوه خلايا دهنية. وبالتالي البني آدم بيحصل له سنة بان الدهن يترسب جوه الخلايا الدهنية فتكبر. وكمان ممكن يكون بسبب ان عدد الخلايا الدهنيه اكتر من الطبيعي، عشان كده يقول لك واحد عنده قابليه للسمنه اكتر من واحد، لانه عدد الخلايا اللي عنده اكتر من الثاني، فعدد الاماكن اللي يترسب فيها دهون اكتر من الثاني، وبالتالي واحد ياكل كتير وما يتخنش، وواحد ياكل قليل ويتخن، عدد الخلايا اكتر. شفط الدهون احنا بنشيل جزء، يعني لو انا عنده 3 مليون خليه بنشيل منهم مليون مثلا، فبالتالي مش ممكن يرجعوا تاني شلناه، لكن ممكن ال 2 مليون الفاضلين يتملوا اكتر. وبالتالي هو لازم يفضل محافظ، مش خلاص يبقى خد تصريح انه يعمل اللي هو عايزه. ايوه فبالتالي الصح ان احنا نبتدي الاول بالرجيم والرياضه وبعدين نقلب على العمليات المختلفه. بعد اذن حضرتك هنتوقف هنا ومعانا تليفون. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام، اتفضلي. لو سمحت لو بسأل الشباب بيكتب كتير بيعمل ضغط. بعد اذن حضرتك بس نعلي الصوت شويه، حضرتك وطي صوت التلفزيون واسمعينا من التليفون. موطي وخالص. بسأل الشباب البيبسي بيعمل ضغط وبعدين من نحيفه وعندي كده.
حضرتك نحيفة بتعاني من النحافة يعني؟ نحيفة لكن عندي كرش المشكلة بس بالكرش. يعني حضرتك نحيفة بس عندك كرش. برضه هيتوقف في الحالة دي ان هنشوف هل الكرش ده كبير قوي الترهل فيه يبقى محتاج شد للبطن، ولا مجرد كرش دهون يبقى في الحالة دي ممكن نعمل عمليات شفط الدهون. طب حضرتك حاولتي تجربي قبل كده الدايت او الرياضة او طيب احنا بنشكر حضرتك على اتصالك. حضرتك تنصحها الاول تجرب طبعا الرياضة طبعا بس هي المشكلة هي عندها نحافة لكن عندها الكرش، فالكرش ده يبقى معناه ان عندها جزء واحد هو اللي حصل فيه السمنة او ممكن يكون ترهل في العضلات. فلازم نجرب رياضة في الاول نشوف اذا كان دي عضلات ولا دهون، لو دهون هيبقى نعمل لها عملية شفط الدهون. طيب ده يا دكتور يخلينا نفتح برضو موضوع مهم جدا وهو عمليات شد البطن. يمكن بتبقى خاصة بالسيدات وخاصة بالرجال برضو. يمكن السيدات اكتر بعد عملية الحمل والولادة وكده بيحصل ترهل، لكن في بعض الرجال برضو بيبقى عندهم الكرش بحجم كبير شوية. يعني هنا برضو بنقول التجميل للمظهر، لكن امتى بيبقى في تدخل؟ لو حتى مثلا الرجل كشف عند طبيب امراض بطنة او جراح عام يقول له لا ده انت محتاج عملية شفط دهون او ازالة الدهون علشان ده بقى فيه خطر على صحتك مش مجرد التجميل بس. بس هو في الحالة دي ما بنعملش بقى شفط دهون. ممكن جدا طبيب البطنة او طبيب الجراحة او اي طبيب يقول له لازم تخس. دي حاجة بنسميها الموربيد اوبيزيتي او السمنة المفرطة او بمعنى اخر بالحرفين السمنة المضرة. السمنة المضرة اللي هي السمنة اللي ممكن تعمل تأثير على القلب، تأثير على الفقرات، تأثير على الكلى، تأثير على الكبد، اللي هي ممكن البني ادم يبتدي يحصل له مشاكل من السمنة قد تؤدي الى مشاكل اكبر واكبر. في الحالة دي لازم يخس. ممكن يخس بالدايت بس في بعض الاحيان ما بينفعش الدايت بالظبط. لينا حسبة بيسموها معامل السمنة او معامل كتلة الجسم اللي بيسموها بالانجليزي بودي ماس اندكس. ده النسبة ما بين الوزن بالكيلوغرامات والطول بالمتر. وبالتالي بيتقسم البني ادمين الى جريدز: نورمال، وسمنة متوسطة، وسمنة كبيرة، وسمنة مفرطة. اللي عنده سمنة مفرطة ده اللي لازم يخس، ده اللي بيلجأوا بقى العمليات بيعملها الجراحين، الجراحة العامة مش جراحة التجميل، يسموها تدبيس او تصغير المعدة عشان ينزل في الوزن كمية كبيرة قوي في وقت قليل، في وقت مقبول، اللي هو عمره ما هيعرف يعمله بالدايت وعمره ما هيعرف يعمله بالتمارين. ومش هيجي برضو بشفط الدهون ولا ازالة الدهون. بعد بقى ما يخس هيحصل ترهلات كتيرة جدا في كل حتة بقى. يجي دكتور جراحة التجميل في الحالة دي ان نعمل عمليات شد الاماكن اللي حصل فيها الترهل، ودي العمليات دي بتعمل نتائج باهرة يعني شكل لا يمكن تصديقه الا لو اتشاف. طيب الآثار الجانبية برضو بتاعتها يا دكتور، يعني أنا عايزة برضو مزيد من الاطمئنان لكل السادة المشاهدين على أساس في عدد كبير جدا بيعانوا من السمنة المفرطة وبيخافوا من عمليات تدبيس المعدة أو تصغير المعدة. هو طبعا هي دي عملية جراحة عامة يعني تخصص آخر يعني، إنما بصفة عامة العملية بقت ناجحة وبقت آمنة، وبالتالي انتشرت انتشار. لما تلاقي العملية انتشرت انتشار كبير قوي كده فمعناها ان النتائج بتاعتها اولا مقبولة وثانيا آمنة الى حد ما آمنة، والا ما كانتش انتشرت. بصفة عامة العملية آمنة بصفة عامة. وبعدين احنا دايما بنوازي ما بين المخاطر اللي لو ما عملناش العملية ولو في مشاكل متوقعة من العملية، فالمخاطر بتاعت السن المفرطة عالية جدا. طيب نرجع تاني لشد الجلد بقى يا دكتور. شد الجلد بالنسبة للتجميل كشكل تجميلي بيبقى ازاي؟ هو مش بس شد جلد، هي مش بس شد جلد، هو الترهل في البطن ده بيحصل نتيجة في السيدات بالذات حمل وولادة متكررة بتأثر على حاجتين. بتأثر على الجلد انه بيكبر وبيصغر وبالتالي بيفقد المرونة بتاعته فيبقى مترهل، وعلى العضلات كمان. فجزء من البروز بيبقى نتيجة العضلات مترهلة، جزء من البروز بيبقى نتيجة ان الجلد مترهل. وبالتالي العملية اللي هنعملها الشد بتبقى شد للاثنين، شد للعضلات او اصلاح للعضلات عشان ما تبقاش مترهله قوي كده. الجزء اللي مش هنعرف نجيبه بالتمارين الرياضيه، زائد بنشيل الجزء الزياده من الجلد ونقفل بعد ما نستأصله وبالتالي ما يبقاش في ترهل، فبتترك جرح عامل زي جرح عمليه القيصريه بالظبط. بيبقى حاجه بسيطه زي القيصريه كانها عملت عمليه قيصريه بالظبط. طيب نستأذن حضرتك معانا تليفون. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي. لو سمحتي بس كنت عايزه اسال الدكتور. ايوه. بالنسبه يا دكتور انا حامل دلوقتي يعني خلاص على ولاده، فاضل لي شهر كده تقريبا. فتنصحني بايه بعد الولاده؟ هل مثلا في نصايح معينه او رياضه معينه بحيث ان يعني تشد ترهلات البطن بعد الولاده؟ ايوه طبعا. وبالنسبه للجلد طبعا
والمنظر اللي هو بيبقى فيه بقى بعد الولادة وكده هو. دي اول ولادة يا فندم ولا في ولادات قبل كده؟ نعم. دي اول ولادة؟ لا دي ثالث ولادة. ثالث ولادة. بالنسبة كمان ان انا قبل الحمل كانت ليا بطن كده نتيجة للولادات اللي قبل كده اللي هي ولادتين قبل كده. تمام. فان شاء الله دي تعتبر ان شاء الله باذن الله كده اخر ولادة باذن الله. فيا ريت يا دكتور تنصحني بنصايح كده هو بحيث ان بطني ما تبقاش مترهلة والجلد كمان يبقى يعني شكل نوعا ما كويس. انا عارفة ان هو مش هتروح خالص بس يعني شكل كويس احسن من احنا بنشكر حضرتك على اتصالك، والاستاذ الدكتور طارق هيرد على حضرتك حاجه. طبعا بعد الحمل والولاده لازم تبتدي تعمل تمارين رياضيه. مهمه قوي الرياضه دي. جدا جدا بالذات بعد الحمل والولاده. ماشي فترات مش قليله، عمليات تمارين للبطن كتيره جدا عشان العضلات اللي حصل لها ارتخاء كبير قوي جدا ترجع يجي لها التون بتاعها اللي يبقى فيها حاجه اسمها تون العضله، تبقى مشدوده طول الوقت وبالتالي بتضيع الكرش تماما. وللعنايه بالجلد هو مجرد ان يحصل انقباض العضلات الجلد هينقبض الى جزء كبير. زائد بقى في حاجات كتير دلوقتي بتستعمل للعلامات اللي في الجلد، في ليزر وفي حقن ميزوثيرابي وفي تقشير وفي حاجات كتير قوي ممكن تتعمل عشان تحسن شكل الجلد الى حد ما. بس المهم الرياضه مهمه جدا. طيب في برضه دكتور دلوقتي في كريمات علشان برضه ازاله اثار شد يعني الجلد لما بيتشد بعد الحمل بيبقى في اثار معينه باينه عليه، ففي كريمات دلوقتي بنلاقيها في صيدليات كتيره. في كريمات برضه بيبقى مكتوب عليها اذابه الدهون من مناطق معينه، والكريمات دي الحقيقه بيبقى سعرها غالي جدا. هل دي برضه بتبقى مفيده وليها اثار ايجابيه ولا؟ هو دايما احنا عندنا حاجات كتيره طبيه بنستعملها، لكن اللي بيبقى موجود في الصيدليه اللي هو استعمال مش طبي بيبقى نفس الماده بس بتركيز اقل بكتير جدا عشان يبقى امن لاستعماله مش تحت اشراف طبيب. فاهم حضرتك؟ فبالتالي احنا ممكن نستعمل دول بس التاثير عمره ما بيبقى كبير قد ما بتستعملي التركيز الاساسي العالي بس لازم تحت اشراف طبيب. زي الكريمات اللي بتقشر البشره مثلا اللي بتحسن البشره، هي نفس الماده اللي بيستعملها الدكتور في حاجه بنسميها تقشير كيميائي بس التركيز اضعف بكتير جدا فتبقى سيف. او هنعملها مع دكتور هيبقى التأثير اكتر احسن، ولكن لازم تحت اشراف الدكتور عشان ده تركيز بقى عالي فبقى مش سيف يتعمل في البيت. طيب لكن هل برضو الكريمات اللي في الصيدليات دي حتى لو تأثيرها ضعيف لكن هل ليها اي اثار جانبية؟ لا ما دام كريم من شركة مشهورة ومعروفة لا مش هيبقى له تأثير جانبي. ملهاش اي اثار جانبية يعني ممكن تأثيرها يبقى ضعيف اللي هي اذابة الدهون برضو يعني مش اذابة الدهون اكتر بتبقى للبشرة بس لازم ناخد بالنا من حاجة مهمة ان عدو البشرة هو الشمس. وبالتالي لو بنعمل اي حاجة بنحط كريمات او حتى من غير ما نحط كريمات التعرض للشمس لازم يبقى بحساب. ولازم يا ريت نستعمل في الصيف الشمس الحارقة مرهم اللي هو ضد الشمس. لا ده البشرة ده موضوع مهم جدا هنتكلم فيه برضه يا دكتور بس بعد اذنك بعد ما ناخد التليفون ده. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي الدكتور طارق سامع حضرتك بس سريعا بعد اذنك عشان وقتنا. حاضر. اتفضلي يا فندم. دكتور لو سمحت انا وزني انا طولي 160 ووزني 163 يعني كويس بس وزنك كام يا فندم؟ 163. 163 كيلو؟ ولا 63؟ لا 63 معلش انا طولي 160 ووزني 63. ايوه اتفضلي. فانا دلوقتي زايده 3 كيلو بس كل جسمي فيه الستريتش مارك دي. انت كنت حصل لك فقدان الوزن؟ يعني انت كنت اضخم من كده؟ لا يعني كنت 70 مثلا بس يعني نزلت 7 كيلو. وفي ستريتش مارك في كل حته من انواع من الجسم في كل حته ومش لاقي لها علاج خالص. وبصي حضرتك هو برضه هنقدر نحكم اكتر بالكشف الطبي لكن انت ممكن تستفيدي من حاجات كتيره بتعمل نوع من انواع الزياده للنضاره للبشره. في اجهزه بتعمل الكلام ده وفي ممكن الحقن برضه. بس هي مالهاش حل يا دكتور كريم او كده؟ وما بتديش تفاعل كفايه بصراحه. زي كنا لما بنتكلم دلوقتي الكريمات الموجوده في الصيدليات ما بتعملش تاثير كفايه على الستريتش مارك. طب دي ليها حل في التجميل يعني اعملها؟ ايوه في بقول لحضرتك في اجهزه دلوقتي بتتعمل زي نوع من المساج للجلد كده بتحسن الى حد كبير الستريتش ماركس. طب هي يا دكتور موجوده كمان وظاهره يعني اقدر امشي معاها كده؟ ايوه في يعني طالعه برزع عن الجلد. ماشي ما هو دايما الستريتش ماركس دايما الستريتش ماركس تبقى ظاهره قوي. في الحاله دي ممكن تعمل لها حاجه بس لازم نشوف حضرتك. طب متشكره جدا. يعني ليها حل ان شاء الله بس لازم تحت اشراف طبي يعني. نشكر حضرتك على اتصالك.
نرجع بقى يا دكتور لموضوع البشرة، وده الحقيقة موضوع مهم جدا، وخصوصا ان احنا دلوقتي في فصل الصيف وبتبقى فيه معاناة جامدة للبشرة من أشعة الشمس، سواء برضو للرجال أو للسيدات. يمكن عمليات التجميل أكتر بيبقى شوية السيدات بيبقوا مهتمين بيها أكتر، لكن أعتقد إن هي مهمة بنفس الدرجة بالنسبة للرجال بالنسبة للبشرة. حضرتك قول لنا بقى إزاي نحمي البشرة بقدر الإمكان من أشعة الشمس. البشرة بتعاني من تأثير السن وتأثير الشمس. السن ما نقدرش نعمل فيه حاجة، لكن الشمس نقدر. تعرض الشمس لازم بإحساس. ما نستعملش انواع معينه من المكياج او الانواع الرديئه من الميك اب، لان الانواع الرديئه دي من الميك اب بتاثر على البشره تاثير جامد جدا. اكيد مع كمان مع التعرض لاشعه الشمس بيبقى التاثير اكتر. ما نحطش بارفان ونطلع في الشمس، لانه بيتفاعل، بيبقى الزياده القوي لمفعول الشمس مع وجود البارفان. هنتعرض للشمس فتره طويله، يبقى مستحسن ان احنا نحط كريم من الكريمات اللي بتمنع دخول الشمس. كل كريم ضد الشمس زي اللي بنستعمله في البحر كده بيبقى مكتوب عليه معامل منع اشعه الشمس. كل ما كان اعلى كل ما بقى تاثير الشمس علينا اقل بكتير جدا. بصفه عامه المشاكل بتاعه الوجه والبشره انواع حاجات مختلفه، بقع، تجاعيد، ترهلات. ظهر حاجات كتيره قوي دلوقتي تقدر تساعدنا في الموضوع ده. بالنسبه للبقع وبالنسبه للعلامات اللي بعد مثلا حب شافه كده، بقى عندنا بدائل نقدر نستعملها في حاجه اسمها التقشير الكيميائي او الليزر او حاجه بيسموها عمليات الصنفره للوجه. بالنسبه للتجاعيد اللي بتبان بالذات حوالين العينين بالذات حوالين وفي الجبهه، بقى في بدائل. احنا كان زمان ترهل بيعملوا عمليه شد وش، شد رقبه، شد جفون، شد جبهه، لكن العمليات دي ما بنفضلش نعملها قبل سن ال50 لما تبقى الترهلات واضحه وكبيره، لان العمليات دي بيبقى ليها عمر 10 سنين تقريبا. فلو ابتديناها في سن بدري يبقى هنعملها 4-5 مرات. انما في الفتره اللي قبل كده اللي هو تجاعيد خفيفه في سن 30 ل 40 بيبقى شويه تجاعيد خفيفه ليها بدائل اخرى. في حاجه اسمها البوتوكس، حقن البوتوكس. حقن البوتوكس دي ماده بتستخلص من ميكروب اسمه البوتولينال توكسين، بتعمل شلل مؤقت في عضلات صغيره اللي هي المسؤوله عن التجاعيد. يعني الحته دي عضله من عضله الفراونينج او عضله التكشيره دي بعد شويه من كتر استعمالها بتبقى قويه جدا، فتعمل تجاعيد طول الوقت حتى الواحد مش مكشر. من ناحيه في الحقنه دي بيحصل لها نوع من الريلاكسيشن وبالتالي تختفي التجاعيد من غير بقى ما اجري واعمل عمليه شد الوش في وقت مبكر جدا. نفس الكلام على الحفر هنا كده. في مواد بنسميها فيلرز او حقن حقن بتملى، فممكن نعمل حقنه من ماده معينه بيسموها هيالورونيك اسيد. دي الحقنه دي بتملى المكان فبتضيع التجاعيد من غير ما نعمل عمليات شد بقى. فاحنا بنحاول نؤجل على قد ما نقدر عمليات شد المرحله المتقدمه من العمر، ونستعمل بدائل الكتيره قوي الجديده الممكنه اللي بقت موجوده، وبدائل بقت كتيره قوي. جميل جدا يا دكتور. يمكن اعتقد ان بشره الوجه بتبقى اكثر حساسيه شويه من مثلا الدراع او من الايد. بالنسبه للايد برضو حمايه نفس الكلام. هنحط كريمات برضو للشمس. الكريمات المرطبه للبشره بتبقى مفيده جدا عشان البشره ما يحصلهاش جفاف وبالتالي تبتدي تتشقق ويحصل فيها التجاعيد. فالمرطب كريمات مرطبه استعمالها كتير كويس. الصابون، في انواع من الصابون بتبقى برضو طبيه بتساعد على ازاله نضاره البشره وازاله الدهون، البلاجز اللي بتبقى تسدد مسام الدهون، فنستعملها بكثره وبنبعد عن الشمس. طيب بعد اذن حضرتك هنتوقف هنا وناخد معانا التليفون. الو ايوه فندم، ممكن اكلم دكتور طارق؟ اتفضلي دكتور طارق، سامع حضرتك كويس بس بسرعه بعد اذنك. لو سمحتي، انا عندي حفيده عندها 10 سنين مياله للسمنه وكسلانه، ما بتحبش تعمل اي مجهود، وانا محتاره ازاي اخليها تخف. سنها 10 سنين. ايوه لسه صغيره شويه. طيب احنا ما حاولتش تجرب اي نوع من انواع الرجيمات ولا اي حاجه؟ بنحاول معاها لكن هي طفله عندها 10 سنين. يبقى صعب الرجيم في المرحله دي. ولا رياضه؟ بتلعب اي نوع من انواع الرياضه؟ الدراسه مش مخليها تلعب. طيب احنا بنشكر حضرتك على اتصالك، والدكتور طارق هيرد على حضرتك حالا. شكرا. وطبعا السن عند الاطفال دي مشكله كبيره وعلاجها لازم بمنتهى الحذر، لان احنا لازم واحنا بنعمل رجيم للاطفال ناخد في بالنا في نفس الوقت احنا ما بنأثرش على النمو الطبيعي. لازم يبقى فيه نظام غذائي. ايوه بس نظام غذائي مش عادي، نظام غذائي متوازن جدا، لان الخطر هنا خطر التأثير على النمو مهم جدا، وبالتالي لازم يتعامل تحت اشراف طبيب متخصص من اطباء التغذيه، ويا ريت يكون طبيب متخصص في تغذيه الاطفال. وطبعا التشجيع على الرياضه مهم جدا مهما كان نوع الدراسه، انما لازم يبقى في نوع من انواع الرياضه بالذات اذا كان الطفل ميال للسمنه. بالعكس ده
سبب اساسي انه يلعب رياضه، ويمكن تكون رياضه تنافسيه كمان عشان يبقى نشجع فيها جامد جدا، وبالتالي نمنع السمنه ونأخرها على اكتر وقت. يعني مفيش حل بالنسبه لها غير الرياضه، مفيش اي تدخل لا طبعا خاص بالتجميل في المرحله دي، ولا كريمات مثلا لا مفيش كريمات بتخسس. هو الخسيه هتبقى يا رجيم يا رياضه، بس الرجيم لازم يبقى رجيم مظبوط تماما مع دكتور متخصص في تغذيه الفم. لكن جراحات التجميل ما تتدخلش في المرحله دي. طيب نرجع تاني يا دكتور وكلامنا عن البشرة. عايزين نعرف برضو علاقة التغذية بالبشرة، على اساس ان احنا عايزين يعني الى حد ما ده هو المراية، هو البشرة المراية طبعا. بالظبط كده. يعني برضو بنسمع ان شرب المية كتير بيبقى مفيد للبشرة، التغذية المهمة الخضروات والطازة الفاكهة والحاجات دي، فرأي حضرتك ايه؟ عدو البشرة هو الجفاف. فبالتالي لازم يبقى البشرة واصل لها كمية كفاية من السوائل ان هي مية بتاعتها، سواء ان احنا بنشرب ميه كتير، وسواء ان احنا بنحط حاجات مرطبه ما نسيبش نفسنا نتعرض للشمس فتره طويله ويحصل جفاف وتشقق. فالميه مهمه جدا، يعني سواء جفاف خارجي او مضر للبشره او جفاف داخلي. وبالتالي احنا مهم جدا فعلا شرب الميه، مهم جدا. نمره 2 هي كل الفيتامينز، كل الفيتامينات اللي المفروض ناخدها نقصها بيعمل تاثيرات على البشره. نلاقي بقع، نلاقي تشققات، نلاقي حتت غامقه، كل ده بيبقى نتيجه نقص او نقص في انواع معينه من الفيتامينات. عشان كده الغذاء المتوازن بالذات الخضار والفاكهه بيضموا تقريبا 90% من الفيتامينز اللي احنا محتاجينها. وبالتالي هي مرايه. بنام كويس وباكل كويس يبقى البشره كويس، بنام قليل ما باكلش كويس على طول يبان في البشره، لانها هي دي المرآة بتاعت الجسم. جميل جدا ومعلومات قيمة جدا سمعناها من حضرتك. طيب سريعا كده يا دكتور في ختام حلقتنا النهاردة، تنصح حضرتك ايه كل السادة المشاهدين نصائح عامة سواء بالنسبة للبشرة او بالنسبة لشد الجسم بشكل عام، على اساس ان هم ما يضطروش يلجأوا الى جراحات وعمليات التجميل؟ هو احنا لازم نغير شوية من عاداتنا، احنا لازم نبقى شعب رياضي اكتر من كده. يعني لازم الرياضة تخش في حياتنا يبقى ليها وضع واضح، بنلعب رياضة يوميا مرتين في الاسبوع، والرياضة مش لازم تكون رياضة عنيفة، ده المشي رياضة، مجرد المشي رياضة، الجري الخفيف رياضة. ده بيأثر جدا في الصحة العامة، في الإحساس العام، في المود العام، بيأثر في الحالة النفسية كمان، في المود. بيأثر جدا في المود. بالإضافة طبعا لأنواع الأكل اللي احنا ابتدت تخش في حياتنا بصفة جامدة جدا دلوقتي، الأكل الجانك فود أو الأكل السريع اللي احنا بناكله ده، وفي أوقات مختلفة، والأكل اللي بقى متقطع، والأكل اللي بقى أكتر من 3 وجبات في اليوم، ده بيؤدي إلى زيادة في السن، زيادة في الوزن، وفي نفس الوقت نقص في الفيتامينات وفي التغذية، يعني بيعمل تأثير مضاعف سلبي. فلازم نبتدي ناخد بالنا اكتر من اكلنا، نزود الخضروات، نزود الفواكه، نزود الحاجات اللي بتدي فيتامينز وحديد، ونقلل الحاجات اللي ملهاش لازمه او الحاجات المضره بقى اللي ملهاش لازمه. فاحنا لو اتبعنا حاجات النوم الكفايه ده مهم جدا للبشره، مهم جدا للعينين وللهالات السوداء اللي بنلاقيها تحت عينينا ومن البشره. فلازم نمشي بطريقه صحيه رياضيه صحيه، هنلاقي احتياجنا لطبيب التجميل قل كتير. واعتقد البدايه يكون من السن الصغير يا دكتور، يعني مش نستنى لما نوصل ل 40 او 45 سنه. لا هو طبعا لو البدايه من 20 سنه يبقى طبعا البني ادم بيكبر عليه، لو طبعه ان هو بيلعب رياضه وان هو بني ادم نشيط وبيتبع الاساليب السليمه هيفضل كده طول عمره. صعب جدا الواحد يجي على سن 50 سنه ويبتدي يغير عاداته يعني حتى بنقول للساده المشاهدين نعملها مع اولادنا. بالظبط، حتى اللي مش عارف يغير من طبيعه نفسه ولكن يحاول ان هو يؤسس في اولاده هذه القيم اللي حضرتك بتقولها والعادات السليمه. كلما اقتربنا من الطبيعه اعتقد تبقى صحتنا افضل، وهو ده الترند اللي ظهر في العالم كله دلوقتي، العوده للطبيعه والحاجات الطبيعيه. بالظبط كده. الأستاذ الدكتور طارق أحمد سعيد، نشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء الممتع والمعلومات القيمة اللي استفدناها من حضرتك. بنشكر حضرتك على رد حضرتك على كل استفسارات وأسئلة السادة المشاهدين. مشاهدي قناة صحتي الكرام، بنشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وانتظرونا دايما مع عدد كبير من الأطباء في مختلف المجالات. شكرا وإلى اللقاء مع ألو صحة.